ازيكم عاملين ايه بقى دلوقتي؟ بصراحة انا الفترة اللي فاتت في 2023 من بعد ما خلصت ما رجعت من رحلة بورسعيد، حرفيا انا عشت في عذاب شهر 2 بالظبط من سنة. حرفيا انا من سنة انا كنت في عذاب نفسي بقى، مشاكل من كل ناحية بقى، كل ناحية، وضغط بقى عصبي. فانا كان هدفي ان انا كنت اعمل اعمل فيديوهات يعني كتير في الفترة اللي فاتت، بس مع حاليا يعني ما كنتش متوفق، ان انا كنت مضغوط، ان انا كان عندي بقى ايه، عندي ميدترم وعندي مذاكرة و... وامتحانات وبتاع، والدنيا متلخبطة. فكان عندي يعني كنت بالظبط انا كنت عايز اعمل اللايف ده من 6 شهور و11 يوم من يوم عيد ميلادي. كنت عايز اعمل اللايف ده، كنت بقى ايه مخنوق وعايز اتكلم مع ناس، عايز احكي، عايز اقول اي حاجة، ان شاء الله نضحكوا نعملوا اي حاجة. بس سبحان الله كان عندي ليا واحد زميل، يعني كانت الخطوبة بتاعته، كان واحد صاحبي يعني عزيز عليا، فكان في نفس اليوم. حتى حاولت اعمل بعدها بشهر، بس ما كانت النفسية مش في احسن حال. كنت هطلع لكم بقى ايه، واحد كآبة بقى على وشه وغم. انا ذات نفسي ما بحبوش، يعني ما بحبش مثلا ايه ابين للناس ده، الناس من غير ذنب. انا في ناس تقول لي ليه يا عم وبتاع، احنا ايه نتكلم وبتاع، مش كده، اصل احنا عايشين في هموم، فانا هقعد ازود عليك ليه؟ انا خلينا انا ايه، بحب انا اعتمد ايه، انا ورب، انا بيني وبين ربنا، والله دي احسن حاجه. والله لما تقعد تشكي للناس، تشكي همك، عندك ربنا بيسمعك 5 مرات في اليوم على فكره. واحلى وقت ليه اول صلاه دي بتاعت الفجر. ساعات ما بلحقش عشان ما بقاش كذاب، عشان ما بقاش بكدب عليكم يعني، بس عامه تبقى ليها قدسيتها كده. انا بصراحه كنت ناوي، او يعني لسه ناوي ان انا نعمل حاجات كتير، ناوي نعمل فيديوهات كتير، نقعد ايه نهزروا مع بعض، نتكلموا. بحس ان انا بلاقي راحتي فيها، نقعد اتكلم مع حد كده، يبقى ايه، بنروح ونيجي في كلام، يبقى انت حاسس ان انت مش لوحدك، يبقى في حد بيسمعك، حد بيهتم لأمرك. احنا كلنا محتاجين ده. انا قعدت فترة ما يعني قافل على نفسي شوية. المشكلة ان اي حد، مش عندي انا بس، ان انت لما تبقى زعلان او حاجة، تبقى حاسس ان انت قاعد جوه اوضة ضلمة، انت لوحدك، انت بتبقى قاعد لوحدك جوه اوضة ضلمة، وحاسس ان انت خلاص مش هتخرج منها، خلاص اللي هو انا ايه قاعد مطول فيها. بس سبحان الله بيبقى ربنا بيبعت لك حاجة بتسحبك واحدة واحدة، لك يخرجكم زي ايه، كان في آية اللي هو يخرجكم من الظلمات الى النور، متعرفش ازاي. فانا ببقى طول الوقت خلاص بقى عندي يقين من بعدها ان انا ايه، مهما الوقت اللي انا هبقى عايش فيه في ضلمة كحل، مش شايف حتى كف ايديا من ده جوه عقلي، يعني عارف ان اخرتها او ربنا هيكبر بخاطري او هيعوضني. بصراحة يعني من 2 سنين ربنا عوضني برحلة انا ما كنتش اتخيلها. انا كنت طالع اساسا يعني، دخلت على 2022 كان نفس الفكرة كده يعني، كنت طالع داخل على 2022 طالع من ثانوية عامة، اعصابي بقى ايه رايحة في داهية، والنفسية كانت مش في الصفر، كانت بالسالب، نفسيتي كانت بالسالب، ما كنتش قادر اتكلم مع حد، وحتى في البيت ما كانوش طايقيني، يعني ما هم مش عارفين يعملوا ايه. اللي هو انت يعني نكلمك شويه مش نافع، نهزر معاك نكوشك مش نافع، ما فضلش ان احنا يعني ايه مش ناقصين هم يا ابني، في ايه، خلاص طلعت النتيجه والحمد لله، وعايز ايه. قعدت بقى وقتها، قعدت ادور على حاجه للمسرح او البتاع، فجت بالصدفه معايا ان انا اطلع لقيت بتاعت وزاره الشباب والرياضه، الكلام ده في 2022، وكان اخر فوق، كانت رحله الاقصر واسوان. دي كانت لسه بقى اول مره او تاني مره اطلع برا اسكندريه بعد ما كنت بسافر القاهره يعني. كان امتى بقى الاعلان اللي انا شفته؟ كان قبل اخر فوق باسبوع، اللي هو مثلا انا عارف، اللي هو انا عندي يقين ان انا قاعد كده ببص على الاعلان قبل اخر فوق،
ولسه عارفه قبلها باسبوع، ده زمانه اتحجز. يعني زماني هروح الموظف او الموظفه هتقول لي خلاص كده اكتمل. قلت لهم في البيت، قالوا لي روح جرب. خدت الفلوس وصورت البطاقه بتاعتي ورحت. انا بقى واقف مستني، يعني قابلت واحده هناك مستني تقول لي ان ايه الحجز اكتمل او خلاص. خدت مني الفلوس، خدت مني صوره البطاقه، انا مستني بقى تقول لي لا، ولا تقول لي لسه ممكن تشيك. راحت جايبه لي ورقه بتقول لي خلاص انت حجزت. ايه؟ انت حجزت خلاص هتسافر. صراحة انا طلعت بقى من عندها ومزبهل. عارف انت لما ربنا يوعدك بحاجة او تحس ان في، عارف انت، حاجة تنور فجأة، تبقى انت متعود على اضاءة خافتة، متعود على تبقى شايف يا دوبك كف ايديك بالعافية وتلاقي فيه اضاءة كده جامدة. اللي هو انا كنت عامل كده ازاي؟ مثلا عمال ابص في الورقة اللي فيها رقم الكرسي بتاعي في القطر، مبسوط. يعني بعد الاسبوع سافرت، وبصراحة قعدت احلى 6 ايام في حياتي. رجعت بقى الحمد لله عندي طاقة ايجابية. بقيت دلوقتي بقيت طالع، بدل ما انا كنت بهرب من الناس وعايز اقفل على نفسي، بقيت عايز اتكلم مع الناس، عايز الحقهم، عايز انقذهم. انت متخيل النقلة من ايه لايه؟ من شخص يائس وكئيب وقاعد لوحده وتحس عليه هموم الدنيا كلها، هو لسه طالع من ثانوية عامة، يعني لسه ما فيش حاجة اصلا، لسه بنقول يا هادي اساسا في الحياة، لشخص عايز يعني يحول حياته لحاجة احسن، عايز يطور ذاته. انت فاهمين الفكرة عاملة ازاي؟ فمن ساعتها بقيت اهتم بحاجات كتير تخص الانسان نفسه، ازاي الواحد يغير من نفسه. ومن ساعتها بس الميزة بقى بعد كده ان لما دخلت في 2023 وبرضو انا عرفت ان كان عندي زي اكتئاب اساسا، كان انواع. انا اصلا قبل ما اطلع الرحله بتاعت الاقصر واسوان انا كنت داخل، يعني لما كان في حد كان خبير في الموضوع ده في علم النفس وبتاع، قال لي انت كنت يا ابني يعني كنت داخل على شبه حافه انتحار. تبص برضه كان درجه ايه يعني الحمد لله. يعني انا جيت الرحله دي اشوف سبحان الله ربنا حاطط كل حاجه يعني في وقتها المناسب، اللي هو انت دي انا محتاجها في الوقت ده. لو الرحله جت قبل الفتره دي ما كنتش هحس بالاختلاف ده حرفيا. بعد كده لما بدأ الدنيا تضغط عليا كمان، بدأ الموضوع بس بشكل مختلف، بس نفس الإحساس بدأ يرجع لي تاني. بقى الواحد خلاص بقى عنده زي يقظة أو بقى واعي، خلاص بقى عارف هو هيتصرف ازاي يقدر يتحكم أكتر في مشاعره، في أهدافه، اللي هو عايز ايه، عايز يبقى عامل ازاي، يخلص ازاي. اهم حاجة اصلا يعني بشكل عام انت تركز على نفسك، ما تقعدش تسيب نفسك للمشاعر دي، او تسيب نفسك لازم تشغل بالك باي حاجة. انما لو استسلمت هتخش في دوامة التفكير، او اللي هو الاوفر ثينكينج، اللي هو التفكير الزائد. تبقى انت مبتعرفش تنام، تفضل كده عشان تنام مش قبل ساعة الا ربع. دي حرفيا دي انا كنت حاسس بيها. ادخل مثلا الساعة 12 والساعة 1 مثلا، يعني انام بدري، اجي اقوم وانا كل ده دماغي كده، عارف زي الغسالة كده شغالة، ما بتهداش، ولا اعمل دي ولا اعمل دي ولا خلاص دي ولا اعمل فيديوهات ولا التعليم ولا الميد تيرم ولا امتحانات ولا الورق لسه ما ظهرش. فبقيت ارمي بقى حمادي على ربنا في كل شيء، فدي احلى حاجة. فانا قعدت نقرا شوية، حتى انا قريت حاجة جميلة جدا في الاهداف، يعني او ازاي انت تركز على حياتك. كان في حد كان كاتب، في ناس يعني في اللي طلعها في اسانسير وداس على زرار وظبط شكله في المراية، في اللي طلعها خطوة خطوة على السلم شافها بتفاصيلها، ابواب وحيطان وارقام، وسلم على شاف اللي طالع، ناس طالعة وناس نازلة، يعني اللي هو حس بانفاسه ومجهوده. هو ده بقى اللي طلع على السلم واقف رايح في النص كده، بعد كده ظبط هدومه وظبط شكله وسلم على اللي طالع ونازل. المهم لما الاتنين وصلوا، يعني الاتنين بيوصلوا يعني بس ده واحد شاف كتير وده التاني شاف نفسه. احنا هنا بقى مش بنحكم مين احسن من مين،
انت لو فارق معاك ان انت تتعلم، خد السلم عشان ما تجيش في النص وتعطل. وعلى فكرة برضه ساعات الاسانسير بيعطل، ولما بيعطل التاني بيوصل اسرع. هي دي بقى الحياة. فانت ما تركزش بقى مين طالع ازاي، خليك انت في سلمتك واستمتع وانت طالع، واخرة السعي رزق. يعني ما تبصش لرزق غيرك عشان ممكن هيعدي من جنبك وانت مش هتشوفه. فانتوا ايه، خلينا نحب الخير لبعض، محدش بياخد رزق حد. حرفيا فعلا شفتها، لو مثلا ده حد مبسوط او بتاع ده اللي هو في حقد كده، طب على ايه؟ طب انت شفت اساسا هو اللي هو فرحان ده شايف ربنا عوضه ايه اساسا؟ ما هو اللي قدامك اللي شايف المبسوط ده اكيد ربنا عوضه، ده تعويض. فانت ما تبصش على التعويض ده، بص على الاساس. في حاجات مش عارف. تعالى اعمل لك جلسة نفسوية كده، خلاص بقيت خبير انا في الحاجات دي.